السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم ومرحبا في قناة أم صابر. اليوم إن شاء الله قررت أنني نوريكم واحد الملاقية العقيق، ملاقية خاصة بأم صابر، وقررت أنني نوريكم كيفاش نبدا الجلابة في الملاقية. أولا هذا الدوفون، يعني هذا اللوجه القدامي ديال الجلابة، هذا الطرف الاولاني ديال الجلابة، هذا الظهر. كنبدا من هنا، كنلاقي الكتف مع الكتف من هاد الجهه. من هنا انا معوله انني نوريها لكم بالخدمه واحد الجلابه اخرى، ولكن دابا غير بغيت نوضح لكم شويه. كنبدا من هنايا باش نبدا من هنا ونجي جايه لهنا، باش الا كان شي ديفو ولا ديكالاج ولا كيخرج لنا هنا في العنق، يمكن لك تطوي داك الديكالاج، يمكن لك تطويه هنايا ولا هنايا. ومنين كنسالي الكتف كنجبد لكم هذا الكم، كنطويه هكا على جوج، هكا كنطويه هكا على جوج، شدو من الباط من هنا وكنطوي على جوج، وكنشوف القنت هنا في الكتف، القنت ديالو النص ديالو، كنضرب فيه الابره وكنلاقيه من هنايا. كنبدا نلاقي من هنا، كنجي هابطه من هنا، وعاوتاني كنولي نلاقي من هنا، من هاد الجهه، هاد الجهه هادي، وكنجي من هنا كنجي هابطه من هنا. علاش كندير؟ كنبدا من الوسط باش الا كان شي ديكالاج ولا كيخرج لي هنا في الباط. ومن بعد كنولي ملي كنلاقي الكمام كلهم وكنلاقي كلشي، كنلاقي من التحت، كنجي من هنا مثلا من تحت الباط، كنجي نخدم هاد البلاصه هادي اللي قبل الجيب، كنشد من هنا، كنضرب الابره هنايا وكنشد من هنا وكنجي هابطه حتى لهنا، كندير 9 سنتيم. هاد البلاصه هادي 9 سنتيم قبل الجيب كنعبر فيه 17 سنتيم، كنعبر 17 سنتيم وكنبدا الخدمه، كنبدا الملاقيه ديالي. كنهبط للفتحه، كنخلي فيها 25 سنتيم، ولا على حسب السيده شنو بغات، على حسب السيده شنو بغات. انا ما بغيتش نطول في الفتحه، باش نطول فيها، ولكن نورمالمون كتكون فيها 25 سنتيم. هذا هو. ومازال ان شاء الله غادي نوريها لكم في تطبيقي، دابا غير شرحت لكم، ولكن غادي نطبقها لكم ان شاء الله في جلابه اخرى الا كان في العمر باقيه ان شاء الله بحول الله. دابا على بركه الله غادي نبداو هاد الملاقيه هذه كما كتشوفوا، خاصه بام صابر. يلا بسم الله. دابا انا ركبت الخيط، غادي نبدا، غادي ندير نعمر العقيق انا قلت لكم غير ديال العبار، نتوما ديروا ديال الخيط. كنضربها هكا في الخيط في الجهه ديال الثوب هكا، وكندير هكا، كنضربها، نحشي هنا ديال الابره وكنضرب الخيط هكا، كنولي نضرب نبعد شويه على على هاد الضربه الاولانيه، وكنضرب في الثوب، نعمر العقيقه هكا، ونضرب في الثوب هكا، ونجي هنايا ونضرب تحت من العقيقه. دائما نضرب واحد الضربه تحت من العقيقه هكا، كتجي سهله هذه ودغيا تطلع هكا. كتجي خفيفه، بغيتو تطلعوا بها الجلابه هكا طلعوا بها الجلابه. فهاد الصيف هذا هانتوما كنجي لهنايا وكنضرب هاد الضربه هذه هكا، هكا، وكتباعدوا ما بين الضربه والضربه بحال هانتوما شوفوني مباعده من هنا، لان العقيقات كيجيو مداحسين، الا قربتوا الضربات كيجيو مداحسين هكا. كنعمر عاوتاني العقيقه ونضرب هنايا هكا،
نولي عاوتاني نضرب واحد الغرزه هنايا، وهذيك الغرزه اللي كنضربها كنديرها تحت من العقيقه، بحال اللي كنعقد على العقيقه هنايا، بحال اللي كنعقد عليها باش ما تبقاش مرخوفه. نولي عاوتاني نضرب هنايا هكا، نعمر الابره، نعمر العقيقه هكا، ونضرب في الثوب ونضرب تحت من العقيقه، نعقد تحت من العقيقه، ونبعد الضربه على اختها. دائما كنقولها لكم بعدوا الضربه على اختها باش ما تجي الخدمه مزيونه متسوله هكا. هكا طلعوا بها الجلابه تجي زوينه، مع شي دريس فيه العقيق، دريس بالعقيق تجي غزاله. طلعوا جلابه في يومين ولا 3 ايام هكا. ساهله. العقيق ديرو ديال الخيط كيكون زوين، ديال الخيط الدجاج هذا غير ميكا، هذا ديال العبار غير الميكا. كي كدوز عليه الحديده اللي مشيناتو. بالنسبه لليبره خدموا بالنمره 11، هي اللي كتدخل العقيق، اللي كيدوز فيها العقيق. هكا ركب عقيقه كما كتشوفوا، راه بنفس الطريقه كنمشي، ما كانش شي حاجه زايده ولا. هانتوما كنركب العقيقه، كنضرب في الثوب من هنايا، ملي كنجي راجعه كنعقد تحت من العقيقه، كنضرب واحد الضربه تحت من العقيقه، وكنولي نضرب في الثوب عاوتاني. هانتوما نضرب في الثوب هكا، نركب العقيقه هكا، نضرب في الجهه الاخرى ديال الثوب هنايا، عاوتاني من جهه هابطه كنضرب هنايا واحد الغرزه، وكندير نجبدها كنعقدها بحال اللي تحت من العقيقه هنايا هكا كما كتشوفوا هيا، وكنولي نضرب الثوب وهكا، وهي غاديه حتى كتكملي الحاجه اللي تكون في بين يديك، جلابه ولا قفطان ولا قميص ولا. راه ما بقى والو العيد، برك عواشركم بعدا، و صحة فطوركم وصحة صيامكم، الله يتقبل منا ومنكم. هكا حتى كنكملو.
يمكن هذا هو الدرس ديالنا، حنا ساليناه. هكا كتكملوا جلابتكم ولا اللي كان بين يديكم. هانتوما دابا راني ساليت، راني وريتكم، نتمنى انكم تكونوا فهمتوا. راني ساليت الدرس ديالي، والسلام عليكم ورحمه الله. ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين وتبارطاجيو الفيديوهات اللي كيعجبوكم ولا اللي ما كيعجبوكمش مع الاصدقاء ديالكم واللي عندهم اهتمام بالمجال. وشكرا، والى الملتقى في درس قادم وجديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.